منبر الجمعة، هل المطلوب من الخطيب أن يتكلم عن كل شاردة وواردة تقع على أرض الواقع؟ أن يتحدث عن كل حدث صغير أو كبير يقع على هذه الأرض؟ أن يكون سياسيا، أن يكون قناة إخبارية، أن يكون إعلاميا، أن يكون صحفيا، أن يكون فيسبوكيا أو تويتريا يتكلم عن كل الأحداث والسياسات التي تقع؟ لا. حتى لو صعد أحدهم على منبر الجمعة وتكلم في مسألة علمية فقهية في الدين وفصل فيها، نقول له لا، هذا الكلام ليس مكانه على المنبر. المنبر لوعظ الناس، لملء القلوب بالإيمان، ليقرب الناس من الله، ليذكرهم باليوم الآخر، ليذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ليسرد عليهم آيات الله وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أتكلم عن الأحداث الجسام التي تهم الأمة، هذا ينبغي الكلام عنها، كأحداث غزة، كالسودان الفاشر، المسائل العامة التي تهم الأمة. أما مسائل خاصة وعادية وتشتي من الخطيب أن يتكلم عنها لأنه يهمك أنت تحضر متأخر في يوم الجمعة وتأتي تنتقد الخطيب، أو ما تصلي في الشهر إلا مرة واحدة وتتكلم عن الخطيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه من تخلف عن خطبة الجمعة 3 مرات 3 جمع طبع الله على قلبه. رفقا بالخطباء، فوالله أنهم في هم وغم عظيم عندما يصعدون على المنابر. الله يعينهم، الله يوفقهم.